الرحمن الرحيم. النهارده الأحد 25 فبراير 2024 25/2/2024. احنا بنقول للنبات لما بنديله احتياجه من العناصر الكبرى والصغرى بصورة صحيحة متوازنة بيظهر عندي بصورة زي ما انت شايف كده اهو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده شجرة منزلية، دي مش شجرة في مزرعة، ولكن أصبحت شجرة منتجة في مزرعة. التفاح بيطرح على الطراحات، يعني على الأطراف وعلى الدوائر الثمرية اللي هي زي دي. ازاي وصلنا الشجرة توصل لمرحلة التزهير الجميل اللي احنا شايفينه ده؟ باستخدام أسمدة اليسر للخدمات الزراعية، أجود وأفضل أنواع الأسمدة المعدنية. طيب بنؤكد إن الفترة دي حساسة جدا، فترة التزهير في النبات حساسة جدا، وبنؤكد إن الفترة دي ما ينفعش أرش حشري إطلاقا، ما ينفعش أرش مبيد حشري نهائي على الورق، ولا رش مغذي على الورق، ولا أحماض أمينية على الورق، ولا أي شيء يترش على الورق، إلا في حالة لو عندي مانجا وهيحصل عندي إصابة بلفة الأزهار عشان أحمي نفسي منها، أرش أزوكسستروبين، وأرش ديفاينو كونازول، وأرش سفنات مصايل. طيب الفترة دي فترة التزهير في الخوخ، دي شجرة خوخ جنبها هي من النباتات المتساقطة. النبات ازاي وصلناه ان هو يظهر بصورة كويسة؟ خد احتياجه خلال فترة الصيف وخلال فترة الخريف من أسمدة اليسر للخدمات الزراعية. النبات بيخزن الأسمدة، بيخزن التغذية، يجي معاك في فترة الشتاء يدخل في سكون، يجي معاك في بداية شهر نص واحد، الخوخ فيه نص الخوخ بتظهر في نص واحد، يدفع معاك بالتزهير بايه؟ بقوه، لان هو واخد مخزونه كويس من العناصر، لان هو واخد مخزونه كويس جدا من العناصر، فهتلاقيه يدفع معاك بالايه؟ بالتزهير زي ما انت شايف كده بالطريقه دي. تمام؟ يبقى التزهير اساسه التغذيه السابقه، التغذيه السابقه. بنؤكد اوعى ترش حشري خلال فتره التزهير، اوعى ترش حشري خلال فتره زي، اوعى ترش مغذي خلال فتره، ولا اي حاجه ترشها خلال فتره التزهير. ما قبل التزهير نرش زنك، نرش بورون، نرش كالسيوم ما قبل التزهير. خلال فترة التزهير ما نرشش أي حاجة خالص نهائي، إلا في بعض أصناف المانجا نرش حاجة زي النفتالين أسيتيك أسيد. نفتالين أسيتيك أسيد ده مثبت زهر، ولكن أنت لو بتغذي كويس هيبقى عندك مش محتاج حتى مثبت الزهر. اللي بنأكد عليه دايما خف التزهير. بنقول دايما في الخوخ، شجرة الخوخ بتظهر بكثافة كبيرة جدا، وبيحصل العقد كل يكاد يكون هي ما بتسقطش حاجة من التزهير أصلا، كله بيحصل فيه عقد. ففي الاخر لو سبت كل التزهير اللي عليها هتاخد حجم صغير وبالي حتى لو انت بتغذي كويس. يبقى نعمل ايه؟ نخف التزهير من على الشجره، وشرحنا ده قبل كده ازاي بنعمله، ان احنا بنخف من التزهير الموجود على النبات. يعني طراح زي ده اهو كان عليه ازهار كتيره جدا، سيبنا عليه 2 فقط لا غير اهو. الاتنين دول على الطراح الصغير. الطراح الكبير اللي بيبقى طوله نص متر هنسيب عليه 6 حبايات من فوق، او خمس زهرات من فوق، وخمسه من تحت، وخمسه من تحت فقط لا غير. الفترة دي حساسة جدا لأن الجو ابتدى يدفى بالنهار، حساسة جدا لإصابة مين؟ المن. المن لو حطيت إيدك كده على الورق الحديث هتلاقيه ممكن ملزق أهو، خلاص، لإصابة المن. إصابة المن بتيجي على الأوراق الحديثة، الأوراق الغضة، بتيجي لأشجار الخوخ، لأشجار التفاح، لأشجار الرمان، وما أدراك ما الرمان. طب لو حصل عندي إصابة حشرية يبقى أنت أهملت قبل التزهير، ما اديتش حشري. احنا مش بنقول قبل التزهير لازم ندي حشري جهازي، لازم نكون ادينا كالسيوم بورون، لازم نكون ادينا بورون، لازم يكون التغذية السابقة خلال فترة الصيف وخلال فترة الخريف حاجة أساسية. يبقى أنا بجهز غرفة العمليات للسيدة الحامل اللي هتولد. خلاص التزهير ده خلاص أنا بعتبره هو مراحل الولادة عند السيدات. بجهز غرفة العمليات، ما اجيش انا مجهز غرفة العمليات وهي خلاص داخلة، لا، ده انا بعقمها وانضف الدنيا قبل ما السيدة الحامل تولد اللي هي بتجيب الزهرة. يبقى الزهرة دي بتطلع على نظافة. يبقى انا ما قبل التزهير اكون دفعت للتزهير بالعناصر اللي ذكرناها، كالسيوم بورون زنك، دي عناصر اساسية. ما قبل التزهير بكون في الصيف السابق، الصيف اللي فات يعني، والخريف اديت احتياج النبات من كل العناصر الكبرى والصغرى بصوره صحيحه ومتوازنه. بكون عطشت النبات المتساقط من شهر 11 لغايه 2، لغايه شهر 2 ما بدوش ميه نهائي خالص، بقى في عنه الميه. وقبل التزهير مباشره بدفع كالسيوم بورون زنك، 3 عناصر معاهم طبعا خافض البي اتش، وبدي رش حشري قبل انتفاخ البراعم، عشان البراعم دي لما تطلع، التزهير ده لما يطلع، الورق الجديد لما يطلع على نظافه، الزهره دي تطلع على نظافه. لان الفترة دي حساسة جدا، ما بعرفش ارش اي رش حشري اطلاقا. طيب انا ما عملتش كده واهملت،
وحصل عندي اصابات حشريه، يبقى في الحاله دي بستخدم مواد جاهزيه، مبيدات جاهزيه عن طريق الجذور. احنا بنقول بالمبيدات الجاهزيه بتمتص عن طريق الجذور وبتمتص عن طريق الورق. دي ميزه المبيدات الجاهزيه، ولكن المبيدات الجاهزيه غاليه جدا، غاليه جدا، ولكن هي امنه في الاستخدام، ما تسببش حساسيه، ما تسببش ربو، ملهاش اي مشاكل صحيه. بنقول تاني دايما عايزين نبات يظهر معايا كويس ان شاء الله لا قوه الا بالله اهو، خلاص يظهر معايا كويس، يبقى لازم اهتم بالتغذيه الصحيحه المتوازنه من اسمده اليسر للخدمات الزراعيه. وتحياتي لكم جميعا.